المياه سليم صمودي. السيد الوالي، إذن أولا هل هناك مستجدات بخصوص حصيلة الخسائر البشرية؟ شكرا. والله نذكر باللي عاشت ولاية البيض نهار أمس السادس ما بين الساعة 5 مساء والساعة 6:30 مساء كارثة طبيعية حقيقية من خلال تسجيل أكثر من 60 ملم من الأمطار. تسبب تساقط هذه الكمية الهائلة من الأمطار في مدة زمنية قصيرة في فيضانات بعض الوديان وفي سيول نزرع عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة للأسف. سجلنا لحد الآن 8 وفيات ومفقودين دون معون من الحياة المدنية، كما سجلنا تقريبا 40 جريح نقلوا الى المستشفى ولكن يعني مصابين بجروح خفيفه. وسجلنا ايضا 127 عائله منكوبه تم ايوائها مؤقتا على مستوى مؤسسه تربويه، واليوم لنا نحضر في مقر سنجمع فيه كل عائلات المنكوبه مع توفير كل الضروريات من عياده طبيه بعين المكان ومركز الشرطه وتواجد لنفسانيين وايضا التكفل بالاطعام السام لهذه العائلات اذا حبينا نجمعها في نفس الوقت. وانطلقت صباح اليوم 5 خلايا تقنيه باش تعاين بنايات المنهاره او المتضرره. وسجلنا ايضا خسائر اخرى تتمثل في انهيار كلي لجسرين بالبيض وثلاث جسور بعين العراق. وسجلنا خسائر على مستوى الطرقات وقنوات مياه شرب وقنوات صرف صحي على مستوى مدينه البيض. وتم اتخاذ قرار بمعاونه كل المؤسسات التربويه قبل عوده التلاميذ اليها. هناك ايضا عمليه تنظيف واسعه لمدينه البيض بمساعده البلديات الاخرى للولايه. واشكر المواطنين لان فور حدوث الفيضانات والكارثه الطبيعيه كان المواطنين هم السباقين لاسعاف المنكوبين. وكما اشكر الولايات والوزارات اللي سارعت منذ هذا الصباح بارسال مساعدات مختلفه. ولقد طلبنا من المواطنين هذا الصباح في لقاء معهم ان يكونوا طرفا في خلية الأزمة المجندة ليل النهار لمساعدتنا في هذه المحنة التي ألمت في ولاية البيض. وبفضل ما جندته الدولة والسلطات العليا للبلاد لنا لمواجهة هذه الأزمة وتجند كل الجميع سنتجاوزها إن شاء الله. نعيش هذه أول مرة يعرف الشعب الجزائري فيه كارثة طبيعية. طبعا سيد الوالي تحدثت عن عملية إعادة تهيئة. سيد الوالي هل تسمعني؟ تحدثت عن عملية إعادة الأمور إلى طبيعتها في المدارس. متى تتوقعون العودة الطبيعية للدروس في المدارس خاصة؟ اليوم تركنا المجال إلى الفرق التقنية. هو يعني اتفقنا على أن الدراسة ما تكونش اليوم، يعني من المفروض ابتداء من غدا ننزل باش نشوفوا يعني تقريبا اذا فيه مؤسسات تربويه مما الاسوء نشوفوا اذا فيه مؤسسات تربويه غير قابله للاستعمال. اذا بدينا مش قضيه تنظيف ولا هي قضيه صلابه المؤسسات. اذا ما فيش مؤسسات متضرره فنطلب بطبيعه الحال نسعى نعطل ابنائنا على دراسه. وهو كذلك بحول. شكرا جزيلا. اذا السيد الوالي والي ولايه البيض سليم صمودي.